أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا أينما كنتم. تحياتي وأمسية طيبة أتمناها للجميع. أنا شمال علي، وأقدم لكم هذا البرنامج عن طريق قناة هيوة. قناة هيوة هي قناة على منصات التواصل الاجتماعي، قناة باللغة الكردية بالأصل، ولكن في بعض الأحيان أنتهي أن أقدم برامج بلغات أخرى، العربية والفارسية. بدأت قبل أسابيع بتقديم عدد من البرامج حول الشأن السوري، هذا البرنامج أيضا حلقة من حلقات هذه البرامج اللي قدمتها. لدي ضيفة عزيزة من سوريا، ولكن قبل أن أبدأ بتقديم البرنامج وتوجيه الأسئلة إليها، أود أن أعبر ببعض الكلمات عن مشاعري حول ما يحدث أو حدث اليوم في غزة. لقد بدأ اليوم وقف إطلاق النار، وخبر مفرح، وهناك الكثير من يشعرون في العالم قاطبة بالسعادة لهذا اليوم. ليس هناك انتصار لشعب غزة مع الأسف، ولا يعتبر هذا انتصارا لجماهير فلسطين بأي شكل من الأشكال، ولكن كون الفرحة والسعادة، الضحكة، ربما تعود، أو على الأقل ربما لا يغامر الأبرياء بحياتهم في غزة بعد اليوم أو لعدة أيام، لعدة أشهر، فهذا لوحده يكفي لكي نشعر بالسعادة. هناك من يقول بأن إسرائيل قد انتصرت أو حماس قد انتصر. أنا من الذين يؤمنون بأن نتيجة هذه الحرب كان بعكس ما يقولوا وين وين، كان لوست، أي الجميع خرجوا خاسرين، وفي مقدمتهم جماهيرنا وشعبنا في فلسطين. ولكن يخطأ من يظن بأن الإرهاب الإسلامي قد خسر أو قد فشل. فمستنقع تعيش في جماهيرنا في الشرق الأوسط في كل البلدان ستكون أفضل ظروف وأفضل بيئة لنشوء التيارات الإرهابية، قومية منها أو إسلامية ودينية. على كل حال، ربما تكون هذه بداية لنهاية مأساة شعبنا في فلسطين، ونهاية لقضية قومية دامت عشرات السنين. عسى أن تكون كذلك. اليوم سنتحدث عن شأن آخر، وهو الشأن السوري، وربما من منطلق قضية قومية أخرى في منطقتنا، لا وهي القضية القومية للكرد في منطقة الشرق الأوسط. ضيفتي اليوم هي الكاتبة الصحفية والناشطة السياسية آريا أمري من سوريا. آريا أمري تعيش الآن خارج سوريا. ربما يكون من الأفضل أن تتحدثي قليلا عن نفسك آريا. أهلا وسهلا بك، أنا سعيد جدا وممتن أنك قبلت دعوتي لهذا البرنامج. عسى أن نقدم حوارا مثمرا ومفيدا لمتابعينا. شكرا كتير. مساء الخير لك وللجميع ولجميع متابعينك. أنا بصراحة يسعدني أنه أنت يعني إنسان من العراق وتهتم بالشأن السوري. بالنهاية نحن دول إقليمية مجاورة ولدينا مصالح ورؤى مشتركة، فسعيدة كتير بهذا الشيء. وأنا بضم صوتي لصوتك. كانت مقدمة بالفعل مهمة بوقف إطلاق النار بغزة.
هذا الأمر أسعدنا جميعا، ولو مثل ما أشرت أنت هو ما كان نصر حقيقي، لكن على الأقل يعني حقن الدماء أو يكون في هدنة ولو كانت مؤقتة. فسعيدة أنا كمان بهذا الشيء. بحب أعرف عن حالي بشكل مختصر أو أعطي نبذة عن نفسي. أنا آريا أومري. طبعا أومري هو لقب تم استعماله للضرورات الأمنية، لأنه أنا بالأساس يعني ما عندي أي تعصب أو انتماء عشائري، لكن هذا اللقب تم اختياره لدواعي أمنية وكان مع بداية الثورة السورية. أنا من يعني شمال شرق سوريا، من روج أبا، تحديداً من مدينة عمودة. درست إرشاد نفسي في جامعة دمشق، كلية التربية، بس ما كفيت تعليمي. يعني أنا وصلت للسنة الرابعة اللي هي ما قبل التخرج، وبعدين يعني التحقت بالحراك الثوري بدمشق وما صح لي أني كفي تعليمي. كان نشاطنا بالشام يعني هو اعتصامات واحتجاجات طلابية، يكون لنا صوت يعني مناهض للنظام. وأنا يعني رغبتي بهذا الشيء كان مو وليد اللحظة. يعني أنا بالأساس بنتمي لبيئة بمناطقنا، بيئة نوعا ما هي سياسية ومناهضة للنظام من قديم، يعني من بداية ظهوره أو حتى الأنظمة اللي قبله. فنحن كنا يعني كذو هوية قومية من ناحية، وأيضا من مناطق نائية مهمشة. كان لنا دائما مشاكل مع السلطة المركزية بدمشق، فكان في عنا هذا الشيء. بالإضافة أنه أنا عائلتي نفسها يعني أبي وأمي كان لهم نشاط حزبي كردي، فهذا الشيء يعني عزز عندي الحماس لأني يكون عندي يعني مشاركة بهذا الحراك الثوري اللي نحن كنا متأملين فيه. فيما بعد شوي صار في هيك يعني بعد ما تسلحت الثورة تحديداً، وبعد ما أنا والكثير معي من المنطقة كانوا بيحملوا نفس الرؤية، صار في شوي نفس قومي أو إسلامي. حاولنا شوي هيك يعني ما نبتعد، لا أكيد، بس إنه يكون في عنا تحفظات، نبحث عن أجسام أخرى نجد فيها يعني رؤيتنا. فوقتها أنا طبعاً بال2012 خرجت من دمشق. كنت شاهدة على أحد فصول المجزرة اللي صارت يعني بالشام وقتها. خرجت منها وبقيت بعمودة. صار عندي نوعاً ما يعني حراك شبابي. كان في تنظيم شبابي كردي هو كونفدراسيون الطلبة الكرد الوطنيين. بفترة من الفترات يعني كان له رؤية جيدة، رؤية وطنية، لكن يعني تم فيما بعد حل هذا التنظيم ومنعه لأسباب تتعلق برؤية الإدارة الحاكمة هناك. وأيضا مشروع الإدارة الذاتية كان مشروع ساخن وتازة. رأينا فيه أنه ممكن مشروع هو يعول عليه، بس كمان يعني ما كان بالنسبة إلي هي الصورة المثالية للاقي حالي فيه. فنشاطي أنا ويمكن الكثير مثلي ما كان مؤطر ضمن جسم سياسي أو حزب، رغم أنه كان في عنا تجارب يعني متقطعة. هذا هيك بالمختصر. بالنسبة طبعا للكتابة الصحفية أنا ماني متفرغة لهذا الشيء أبدا، يعني عندي اهتمام أو شغف، بس ربما يعني بالمستقبل القريب يعني تكون هي فيني أقول هويتي يعني. جميل جدا. أوكي. على كل حال من المهم في سوريا أن لا يتحدث السياسيون فحسب، فحديث الناشطات والنشطاء الشبابين والنسويين له أهمية كبيرة في هذه الأوضاع، وأهمية عظيمة برأيي. لهذا فحتى لو لم يكن توجهاتك السياسية متبلورة أو كما قلت مؤطرة في إطار معين، فكونك ناشطة نسوية وشبابية من منطقة روجافا، ومن منظورك نحاول أن يعني نحلل أو ننظر إلى ما يجري في سوريا، فأتصور أنه متابعين أيضا راح يتابعونا بشغف، وراح
يكونوا يعني متشوقين يشوفوا إنه أنتِ كناشطة نسوية وشبابية من منطقة رجابة كيف تنظرين للأمور وكيف تشوفين الأمور. قبل ما أبلش أوجه أسئلتي لضيفتي، أود إنه المتابعين اللي يتابعونا اللي يساعدونا في نشر الفيديو على أوسع نطاق، وإنه يعني ينشروه في منصاتهم، سواء في اليوتيوب أو في الفيسبوك، ويحاولوا إنه أكثر ما يمكن وأكبر عدد ممكن من المشاهدين يشاهدون هذا البرنامج. أوكي. آريا، أني راح أبلش شوية أوضح أنا ليش أطلقت اسم رجابة، وأعرف إنه أنتِ حبيتِ الاسم. ولكن اختيار الاسم مو لكوني أنا من القوميين الكرد أو من منظور قومي، فتجربة الرجابة أو إدارة الذاتية في الرجابة معروفة على صعيد العالم. لا أحد يعرف ما هو شمال شرق سوريا، على الأقل في أوروبا. في السويد هناك منظمات عديدة لمساندة تجربة رجابة، واسم رجابة أصبح يعني ترند في بعض الأوساط أو معظم الأوساط اليسارية. هو مثال أو نموذج لنضال النساء والشباب لأجل حقوقهم ومساواة الجنسين، والابتعاد عن التعصب الديني والقومي، ومحاولة تعايش البشر من هويات أو من خلفيات مختلفة مع بعض بسلام. وتصور أيضا عن إدارة مباشرة وإدارة ذاتية أو ديمقراطية مباشرة تمارس في هذه المنطقة. سواء كان هذا صحيحا أم لا، فاسم روجافا يعبر عن كل ما قلت، ولهذا أنا اخترت اسم روجافا. وكونك أنت من أحد بلدات أو قصبات روجافا وتنظرين الآن إلى الشأن السوري، ما برأيك اتحادي؟ أو فلنسأل أولا، هل تعتبرين ما جرى في دمشق في 8 من الكانون الأول امتدادا للثورة التي أنت شاركت فيها أو كنت من المشاركين الأوائل فيها؟ بالطبع لا. أنا ما بشوف هيك أبدا. يعني طبعا الشيء في ارتداد شوي بالصوت. تمام. شكرا. الشيء اللي صار هو كان مفاجأة بالنسبة لنا كلياتنا. أنا وبعتقد الكثير كان في عنا يعني نوع من يعني اليأس، كان مكبلنا اليأس، خصوصي أنا يعني بالسنتين الأخيرات شوي كنت مبتعدة. كان يعني كنا فاقدين الأمل إنه النظام صار له أكثر من نصف قرن عم يحكمنا بآلة القمع والاستبداد، يرحل بهذه الفجأة والسهولة. لكن رغم هيك هاي الفرحة يعني نوعا ما منقوصة. هذا لا يلغي أكيد يعني فرحتنا وأهمية رحيل هذا النظام. لكن بما يخص سؤالك إنه هل هو امتداد للثورة، أنا أكيد ما بشوفه هو امتداد للثورة، لأنه الثورة السورية لما خرجت ما كانت هي أهدافها، ولو إنه صارت محاولات كثيرة، وربما يعني نجحت بعض هذه المحاولات في تغيير مسار هذه الثورة، من تسليحها، من يعني زج سوريا بالجهاديين حتى اللي كانوا بالمعتقلات، من محاولة يعني تحويلها إلى حرب طائفية وأهلية. فالثورة السورية لم خرجت من أجل أن تستلم هذه المنظومة السلفية الجهادية المتشددة سوريا. لم تخرج الثورة السورية، لم تقام من أجل أن يأتي أشخاص أيديهم ملطخة بدماء السوريين وشاركوا بقمع هذه الثورة. فبالتأكيد أنا ما بشوف هو يعني فيني أقول إنه ضمن مشروع الثورة السورية أو مكمل لها. بالإضافة يعني ما بعرف إذا حابب ندخل بمجال يعني إنه رأيي عن الحكومة الجديدة أو النظام الموجود. أكيد راح نحكي عن الموضوع، بس كان من المهم إنه تقييمك للوضع، لأنه تقييمك للوضع اللي صار بعد 8 كانوا الأول و8 ديسمبر
يعني يلعب دور مهم. يعني هناك من المتفائلين جدا جدا بالوضع الموجود، ومن المنادين بأنه الثورة انتصرت في النهاية، وهذه ثورة، وهذه الحكومة هي حكومة الثورة ولها الشرعية الثورية وما إلى ذلك. لكن أيضا جدا مهم ما نقوله الآن وما نتحدث عنه أو ما تتحدثين عنه مؤسس على هذه القاعدة، أنه كلا، هؤلاء لم يكونوا جزءا من الثورة أبدا، ومن المجحف أن نعتبرهم امتدادا لما ضحى الملايين من السوريين أنفسهم لأجلها. الناس لم يأتوا لكي يطالبوا بملابس أكثر حشمة لزوجة رئيس الجمهورية أو الوزراء أو الوزيرات أو البنات أو النساء في سوريا. الناس أتوا لأجل النضال، من أجل الكرامة، من أجل المساواة، من أجل التحرر، وهذا لا نجده اليوم في سوريا بكل تأكيد. طبعا هناك ما يجري، هناك قرارات تصدر، وهناك هناك حديث يحكى عن طريق وسائل الإعلام، وهناك إجراءات فردية يقولون عنها فردية، وهناك أيضا قرارات تصدر في سوريا عن طريق الحكومة، وهناك عدم تناغم بين كل هذه. ما رأيك بالفوضى الدائرة الآن وما يجري في الساحة السورية على مختلف الأصعدة؟ بالبداية أنا بشوف إنه سوريا عم تتوجه لحكم ديني ذو خلفية جهادية سلفية. هذا ما فينا ننكر هي الحقيقة اللي هي واضحة وساطعة مثل الشمس. المشكلة ليست بشخص الجولاني نفسه أو الملقب حاليا بأحمد الشرع. المشكلة حتى لو هذا الشخص كان عنده ممكن يعني تحول معتدل بخطابه، سواء كان دينيا أو سياسيا، أو له ممكن ربما مآرب إيجابية، لكن المشكلة بالمنظومة الحاكمة، الوزارات الموجودة. نحن بنعرف إنه الشخصيات الموجودة حاليا، إذا أنت عم تتابع أستاذ شمال، هن أشخاص تم انتخابهم من قبل مجلس الشورى. مجلس الشورى هو بمثابة مجلس تشريعي بحكومة الإنقاذ اللي هي موجودة بإدلب من عام 2017. أنت حكيت عن نقطة أنه قسم كبير من السوريين متفائلين. للأسف مع أنه نحن بنعرف أنه الأشخاص اللي موجودين هلأ بالحكم بسوريا كان لهم تجربة على مدار هاي السنين، وممكن نحن يعني نقيم ونقرأ هاي التجربة بمعطيات كانت موجودة على الواقع، يعني ما من الخيال أو شيء آخر. فبموضوع تشكيل الوزارات الجديدة، مثلا عندك محمد البشير اللي هو رئيس الوزراء كان مسؤول عن التعليم بإدلب، وانت اذا بدك تشوف تقيم تجربه التعليم بإدلب بدك تشوف مثلا هو تعليم مؤدلج ديني يهدف الى الكثير من الافكار لا تخص اصلا طبيعه وثقافه المجتمع السوري. شادي الويسي اللي هو وزير العدل كان مسؤول المحاكم الشرعيه بإدلب، وما أدراك ما هي المحاكم الشرعية بإدلب. فكل تشكيلة الوزارات الجديدة هي من هذه الحكومة اللي عندها تجربة بإدلب، وفي أمثلة كثير عن هذه التجربة قديش كانت شمولية ومركزية الحكم وسلفية جهادية، وقامت بالكثير من الانتهاكات بحق الشعب السوري ككل. يعني ما عم بحكي عن مكون أو طائفة معينة. فالشخصيات الموجودة حاليا، إذا أنت بتراجع تاريخ الشخصي والسياسي لكل شخصية، بدك تكتشف أنه عندهم ملف مليء بالقمع والانتهاكات. هذا باختصار. ما بعرف إذا أنا قدرت جاوب على سؤالك. هي يعني بشكل مقتطب ممكن الحديث عن شكل الحكومة الموجودة حاليا يعني. نعم، لكن هناك ممارسات تمارس وتطلق عليها اسم الممارسات الفردية. أنا كان قصدي أنه هل في ربط ما بين ما ذكرتيه من طبيعة الحكومة الموجودة بدمشق الآن، واللي هو امتداد
النظام اللي حاكم أو المنظومة اللي كانت حاكمة والطغمة اللي كانت حاكمة في إدلب في وقتها، واللي ما زال عندهم آلاف السجناء في السجون. يعني النظام كان عنده 4000 5000 6000 سجن في صدنايا على الأكثر أكثر تقدير، بس هم عندهم أكثر من 10,000 مسجونين على ما يقولون. أنا ما أعرف طبعا، هناك كلام كثير في الإعلام، لكن هذا ما يقال أنه هناك حتى نساء. يعني قبل فترة تم اعتقال بعض النسوة في إدلب لأنهم طالبوا بإطلاق سراح أزواجهم اللي كانوا مسجونين أو مسجونين بدون محاكمات من زمن طويل. فيقال أن ما يرتكب في بعض الأماكن في بعض المناطق، مثلا مناطق الساحل اللي فيها مثلا أغلبية تتبع المكون أو تتبع الهوية العلوية، أو في مناطق اللي في أتباع الديانة المسيحية ساكنين مثلا في أطراف حمص وحماة، في ممارسات تمارس. فهل هي فعلا ممارسات فردية مثل ما يقولون، أو هي بالفعل جزء من ما يحاول النظام أنه أنا سمعت واحد يسميهم حكومة جس النبض، يعني يقومون ببعض الفعاليات وبعض النشاطات ويحاولون أنه يدفعون بمؤيديهم لبعض الممارسات خاطر يشوفون شنو رد فعل الشارع، وإلى أي مدى ممكن أنه يتمادون في يعني محاولتهم لخرق أبسط الحقوق الإنسانية. قبل ما تردي على سؤالي أحب أذكر أنه في العديد من الأعزاء حاضرين ويانا، رفيق آسو شابان، آسو زند، وأيضا باختيار عبد الرحمن موجودين ويحيونا، وتحية لكم أعزائي. أرجو منكم أنه تساهمون في نشر الفيديو على أوسع النطاق عن طريق منصات التواصل الاجتماعي التابعة لكم. رفيق سوزان عنده سؤال يطرحه كمان ما ننسى: هل ترون مشاركة روجافا في الساحة السياسية كمثال نموذجي في مجال المرأة والبيئة سوف تواجه القبول من قبل السوريين ككون بديل في تمام سوريا؟ ما راح ننسى هالسؤال هذا، بس أنا أريدك أول شيء تردين على سؤالي، بعدين نجي على سؤال الرفيق أو الأخ سوزان. تفضلي. هلا أنا يعني ما بشوفها أبدا هي أخطاء فردية. الخطأ شيء والجريمة والانتهاكات شيء آخر، يعني في فرق شاسع بين المصطلحين. بالإضافة أنا يمكن ذكرت كمان ببداية الفيديو على سؤالك الأول، يعني ربما المشكلة ليست بشخص الجولاني نفسه، ولو أكيد يعني هو كمان عليه ألف ملاحظة. حتى إذا كانت هاي الانتهاكات مانا بإذعان مباشر منه، لكن هي بتمثل منظومة قائمة على هذا الأساس، ونموذج إدلب كان موجود وبعده مستمر، لأنه في نقاط ثابتة عندهم. أنا ممكن أحكي عن البيان اللي طلع لما هو ما كان مثل بيان، أكثر ما يشبه العقد الاجتماعي، لما تم تأسيس حكومة الإنقاذ بالمؤتمر التأسيسي ب 2017. النقاط أو الإيديولوجيا اللي بترتكز عليها هاي المنظومة وهي الحكومة كانت واضحة. منها مثلا اعتماد الشريعة الإسلامية مصدر أساسي ووحيد للتشريع ولجميع القوانين. هذا كان أحد البنود. البنود الأخرى كمان كان يعني عم حاول يعني أتذكر الشغلات الأساسية فيه. هو بناء كان مجلس الشورى. مجلس الشورى هو كان بمثابة المجلس التشريعي، هو المسؤول عن إصدار الأنظمة والقوانين، وهو بيستند كمان تركيز حول آلية عمل مجلس الشورى. كمان كان في تركيز على هاي النقطة وتأكيد عليها أنه الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي والوحيد للتشريع. فعلى هذا الأساس تم بناء جميع الوزارات والهيئات الداخلية والخارجية، بما يخص المرأة، بما يخص الطفل، بما يخص التعليم، بما يخص إدارة حتى الشؤون الخدمية. يعني لحتى للتذكير فقط أستاذ شمال، حتى عام 2022 كان في جهاز الحسبة اللي هو كان بمثابة
بما يسمى، كان أيضا موجود عند داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية، النهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الجهاز كان موجود بإدلب وتابع للشرطة العسكرية بشكل مباشر لهيئة تحرير الشام. هذا الجهاز تحديدا ما كان عليه أي سلطة من قبل السلطة المدنية أو حكومة الإنقاذ اللي كانت موجودة. هذا الجهاز كان تابع بشكل مباشر بشكل عسكري لهيئة تحرير الشام. طبعا تم حله ل 2022، يعني ما هو بالتاريخ البعيد. فهي الأمور كلها موجودة، ممكن نحن نعتمد على أساسها، وعلى أساسها نحلل إنه هل يا ترى هي مجرد أخطاء فردية أو لا. كمان في نقاط أخرى أثناء تأسيس حكومة الإنقاذ أيضا تم التأكيد على أهمية يعني تعزيز العلاقات الخارجية مع الدول الصديقة للثورة السورية ومنها تركيا. أو نقطة أخرى كمان تذكرتها، بالإضافة إنه الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في سوريا. في نقطة أخرى كمان، ضرورة الحفاظ على الهوية الإسلامية للشعب السوري. هي الموجودة كلها، فينا نطلع عليها وتجدها ربما على المواقع الويب الخاصة بهم، يعني وثائق خرجت يعني بمثابة يعني وثيقة شرعية رسمية بمثابة عقد اجتماعي ينظم هذه الحكومة ويوضح هي على أي أساس قائمة. فهي الأمور كلها موجودة، نحن ممكن على أساسها نعتبر أنه هي الممارسات هي ما أخطاء فردية، هي امتداد للمشروع اللي كان موجود سابقا بسوريا قبل ما أن يتم تأسيس حتى حكومة الإنقاذ بإدلب. هاي الفصائل كانت موجودة وكان لها دور جدا سلبي بالقضاء على مبادئ الثورة السورية. يعني الزعيم الحالي أو المستلم الحكومة السورية جولاني لما دخل بعتقد كان ب 2013 على المناطق اللي بيسيطر عليها الجيش الحر، فعل مثل ما يفعل الآن. يعني عناصره، أنا هلا عم بحاول استرد ذاكرتي بما يخص لما دخلوا على المناطق اللي كانت تعتبر نوعا ما محررة أو هي تحت سيطرة الجيش الحر. حاربوا الجيش الحر، حاربوا الثوار، تم اغتيال كثير من القياديين منهم، وأيضا قاموا بما يقوموا به الآن من دعوات إلى الإسلام وضرورة الحفاظ على الهوية الإسلامية، بالإضافة إلى استغلال حاجة الناس المادية. كان عم بيتم في حشد ومظاهرات وبيطمعوهم بأموال وإلى آخره ليعملوا يعني حشد أو استقطاب جماهيري بالمناطق اللي دخلوها. فهذا الجزء من تاريخ هي المنظومة الحاكمة. بالإضافة في نقطة مهمة أيضاً، هي المنظومة حالياً تشهد على انقسام داخلي. أنت ذكرت أستاذ شمال أنه السجون فيها معتقلين، سجونهم مليئة بالمعتقلين. في يعني قسمين من المعتقلين اللي هن اللي ما يعني تم اعتقالهم بشكل تعسفي أو ما كانوا معارضين أو قاموا بأمور لا تتناسب مع القوانين الموجودة. يعني أشخاص مجرد أنهم عم بيدخنوا بمرافق عامة تم اعتقالهم مثلا، هذا الأمر موجود. والقسم الثاني هن يعني رفاق أو زملاء جبهة تحرير الشام نفسها أو الجولاني، هذول الأكثر تشددا اللي صارت في خلافات بينهم وبين تحرير الشام، لأنه كان عندهم نوع من الجهادية الأممية. يعني الجولاني يعني طيلة هاي السنوات عم بيحاول يعزز خطاب إنه هو عم بيركز على سوريا وما له مطامع دولية وما بده يمتد إقليميا وإلى آخره. فكتير صارت فيه الخلافات، وحاليا في انقسامات عم بتصير، وهذا كمان عم بيعزز اللي نحن عم نحكي عليه إنه هو أخطاء فردية. لأنه هاي الفصائل إذا بدنا نحن نراجع تاريخها بسوريا شهدت كتير انقسامات. مثلا عندك كان لواء القدس مع يعني كتير من أو جيش الإسلام أو لواء الدين الزنكي كان يعني بيتحدوا
ببعض النقاط بيرجع بيصير في انشقاقات، بيتقاتلوا بين بعض على أسباب تتعلق بالتطورات على الفكر الجهادي السلفي بسوريا. فهي الفصائل حتى الموجودة نفسها في بعض الفصائل منها ما بتتفق على الجولاني نفسه أو بتعتبره شخص يعني مرتد عن الجهادية السلفية اللي هن بينادوا عليها يعني. هي الأمور كلها يعني بتخلينا نفهم إنه ما بيصير هو ليس بهذا الأمر اللي ممكن يعني هيك اعتباطا تسميته إنه هو مجرد أخطاء فردية. أوكي، لكن من جهة أخرى يعني إحنا نشوف إنه يعني طبعا ما نقلل من المخاطر ولا من الواقع اللي ممكن إنه يتطور للأسوأ أو يتدهور للأسوأ. هذا أكيد شيء وارد، ولكن من جهة أخرى هناك مقاومة أيضا. يعني المجتمع السوري مجتمع حي وفيها حركة نسوية وشبابية. الحركة الثورية اللي تم يعني قمعها وإسكاتها وكبتها في سنوات 2011 و2012 عن طريق عسكرتها وعن طريق القمع الدموي سواء بسواء. هاي الحركة ما ماتت. يعني هاي التطلعات الشبابية والتطلعات التحررية وما يسمى بالسعي إلى يعني ديمقراطية وما إلى ذلك، هذه تطلعات موجودة ما زالت حية بين الجماهير. وطبعا الواحد يشوف إنه مع إنه السعي المحموم لفرض الشرائع من آلاف السنين على الناس وعلى الجماهير، وهي شرائع غريبة كثير الغروب عن ثقافة المجتمع في سوريا. ولكن هناك من جهة أخرى أيضا سعي لمقاومة هالتوجه هذا، بل سعي أيضا لبروز دور نسوي مستقل. مثلا أنا شفت أنه في حركة السياسية النسوية تم تأسيسها في يوم 8 يعني تقريبا من حوالي 11 يوم أو 10 أيام. تم الإعلان عن تأسيسها في دمشق، وفي مؤتمر كان حضروا عشرات من الناشطات والناشطين النسويين في دمشق. وهناك أيضا حركات وأحزاب يسارية ليبرالية مطالبة بالتحرر نوعا ما تتشكل كل يوم. لا تنسين سؤالي، بس يبدو لي أنه هو دور آسو في الدين على سؤاله. وطبعا أعزائي المتابعين، في حالة وجود أي أسئلة باللغة الكردية أيضا فيكم تكتبون عنها مباشرة، راح أترجمها. طبعا آريا لغتها الأصلية لغة الحديث في البيت هي اللغة الكردية، بس هي ممكن ما تقدر تقرأ كتاباتنا بالسوراني. فإذا كتبتوا بالسوراني أنا أترجمه، بس اكتبوا بوضوح. يعني إذا كتبتوا بالسوراني اكتبوا بوضوح، خلي جملكم تكون واضحة على مود أقدر أترجمها ونطرحها على أهلي. تفضلي. هلأ السؤال هو إنه مشاركة روجافا في الساحة السياسية كمثال نموذجي في مجال المرأة، وهل ممكن إنه هذا الشيء يواجه قبول من قبل السوريين ككونه بديلا في كل سوريا؟ هلا هو كاتب في تمام سوريا. أي هلا بالنسبة ل يعني الحراك فينا نقول بشكل عام، يعني الحراك السياسي بروجافا طبعا يعني قبل ما انتقل لموضوع مجال المرأة، لأنه الكل مرتبط ببعضه، إنه كيف ممكن نحن يعني نتنبأ بالمستقبل إذا هو نموذج يناسب كل سوريا. أنا باعتقادي نعم، لكن هذا الشيء يعني بيتوقف على أنه الشعب السوري كيف بيشوف هي التجربة ككل. أنا باعتقادي الآن في يعني كتير تقارب خصوصي بالكثير من المناطق التي تضم مكونات بما تسمى بالأقلية
أو تتعرض لانتهاكات، ما أنا راضية عن شكل الحكم الحالي الموجود، واللي يتمثل يعني بما يخص بعلاقته مع المرأة. عم نشوف في مظاهر تدعو للتمييز بين النساء والرجال، تدعو إلى العنف. فهي المناطق اللي فيها فينا نقول ما مناطق يعني محافظة أو متشددة وهي أكثر انفتاحاً، هي بالفعل عندها رغبة وفي تنسيق. يعني هلا المجلس النسائي أو النسوي السوري اللي تم يعني تأسيسه من قبل الإدارة الذاتية بيضم كثير من النساء من مناطق ومن مكونات أخرى. هو ما يعني خاص بروج آفا فقط، يعني في تنسيق بهذا الخصوص. وفي تواجد بمناطق السويداء، بمناطق الساحل مثلا، بكثير من المناطق السورية الأخرى في الداخل. هذا النموذج هل من الممكن تعميمه؟ أنا قلت يعني في دعوات لهيك شيء انطلاقا، لأنه عم بتعيش مظاهر مانا مناسبة أو ما بتتناسب مع ثقافتها. وانت قلت، انت اشرت استاذ جمال انه في العديد من الحركات النسويه اللي عم بتتشكل حاليا، في كثير من التيارات الليبراليه او العلمانيه اللي هي ما بتشوف حالها حتى كنساء وكنسويات انه هي ممكن هذا الحكم يمثلها. فهي بتشوف بهذا النموذج بروج آفا مثل الخلاص أو ضفة الخلاص للسوريين. هي الحقيقة يعني اللي ما فينا ننكرها بصراحة، رغم أكيد يعني أنا شخصيا ما بشوفه طبعا هي تجربة مثالية 100%، إلها أخطاء. عندي مجموعة من التحفظات يعني بما يخص الكثير من النقاط، لكن على الأقل يوجد طرح وطني، طرح علماني من أدبيات الأحزاب الموجودة بروج آفا، هي يعني دعم النساء بالدرجة الأولى وحرياتهم. هي الأدبيات موجودة بالخلفيات الحزبية أو الإيديولوجيا للكتل السياسية الموجودة ضمن هي الإدارة. ما بعرف إذا يعني إذا كان جوابي مناسب. أوكي، جوابك ممكن الأخ أو الرفيق آسو يحدد إذا كان جواب شافي على سؤاله. طبعا أنا طرحت سؤال حول وجود الحركات العلمانية والحركات المقاومة للمشروع الإسلامي الرجعي الظلامي، وأنت ذكرتي نقطة أنا أشوفها جدا مهمة، إنه ممكن إنه هذا التجربة اللي موجودة في منطقة روجافا هي نبراس أو يعني نوعا ما مثلا نوع من النموذج الأمثل للوضع في سوريا. طبعا أنا وعدتك أنه ما أسألك أسئلة سياسية، بس هم رأيك كناشطة ونسوية وشبابية مني، أنه ما تشوفين أنه فعلا الخطاب اللي جاي يصير من روجافا لسوريا بدأ يصير خطاب أكثر شيء قومي، يعني منفصل عن ما يجري في سوريا. يعني بدل ما يكون في مثلا تجربة روجافا، بيكون مثلا نموذج لما ممكن أنه يحدث في المستقبل. طبعا صورتك ما باقية، ما أعرف صار في مشكلة بالكاميرا. آسفة بس الشحن عندي فضي، فأنا وصلت الشاحن فقط. اوكي، مو مشكله. يعني قلت انه يعني كانه صار في فصل ما بين اللي يصير في روجافا. اساسا تجربه روجافا كان مطروح انه يكون حل عن طريق المجتمع الديمقراطي، وليس عن طريق تشكيل كيان سياسي للاكراد، للكرد، ما نقول للاكراد، للكرد في روجافا. كان المشروع اساسا انه يتم حل المعضلة القومية، القضية القومية للكرد في سوريا عن طريق المجتمع الديمقراطي، وهذا هو الطرح الأساسي
إنه المجتمع كله يتحول مجتمع ديمقراطي، وكل الهويات المختلفة، الثقافات المختلفة ممكن تمارس حرياتها الثقافية بدون ما تتقاطع وتتصادم مع بعض. وبهالطريقة هاي ممكن إنه الجماهير عن طريق إدارة ذاتية مباشرة ديمقراطية مباشرة ممكن تدير نفسها. فإنه هل تصور هذا إذا انعمم على سوريا ممكن تحل هواية مشاكل. يعني أنت من السويداء في الجنوب، من درعا والسويداء في الجنوب لحد آخر نقطة في الساحل، وحتى أدلب، ممكن إنه هذا النموذج يكون نموذج مناسب للجميع، بما فيها جماهير كردستان، جماهير اللي عايشين في منطقة المناطق اللي أكثريتها وأغلبيتها وجزء كبير منها كردية في مناطق سوريا من ضمنها. يعني كل سوريا ممكن انه تتاسس على هالاساس هذا بدون ما نتجه الى المشروع اللي يشبه المشروع العراقي اللي هو اساسا مو موفق كثير. وانا لازم اعطي رايي بصراحه بهالشان هذا. يعني تجربه فاشله من كل النواحي. يعني ممكن الاف المتقاعدين نجيبهم شهود من السليمانيه ومن اربيل يشهدوا لي بهالفشل هذا، اللي هم مثلا مرات ل3 اشهر ما يستلمون راتبهم اللي ما يتجاوز 150 دولار امريكي في ظل هالغلاء هذا. هاي ممكن يكونون شهود انه هاي التجربه قد فاشله. فانه احنا كانه في هالاتجاه هذا بدل ما نركز على الجوهر الاساسي لتجربه روجافا. شنو رايك يعني ممكن انه رايك يكون مخالف وما تقبلين التصور اللي انا طرحته، بس مع هذا احب اسمع. تفضل. لا انا بتفق معك ببعض النقاط اللي انت ذكرتها، بس قصدك انت انه يعني تتحول لنموذج مثل كردستان العراق واقليم، انه قصدك بما يخص الفيدراليه او حكم ذاتي؟ نعم، بما يخص الفيدرالية القومية، الفيدرالية على أساس قومي، فيدرالية على أساس جغرافي شيء عادي في دول فيدرالية كثيرة، بس فيدرالية على أساس قومي هذا فشل ذريع. اوكي. هلا انا بتفق معك بمو. انا شخصيا يعني شخص ماني متعصب قوميا. انا ما يهمني انه سوريا تتخلص من الاستبداد والقمع ونعيش في سلام ونقدر نبني سوريا جديدة تناسب الجميع. لكن بنفس الوقت أستاذ شمال، يعني النموذج الحكم المركزي يعني أثبت فشله. كان عندنا تجربة طيلة هاي السنين مع حكم النظام البائد، يعني حكم البعث. كان نظام مركزي شديد المركزية. المناطق بالنسبة لنا يعني مناطق شمال شرق سوريا أو روجافا يعني كانت تعاني من تهميش اقتصادي اجتماعي سياسي، كانت تعتبر مناطق نائية. حتى يعني بتذكر لما كان عم بيصير في تقديم على المفاضلة الجامعية كان في مفاضلة خاصة لأبناء المناطق النائية. فهذا التهميش موجود من أيام البعث لحد اليوم على جميع المستويات. وبالإضافة أنه مشروع الإدارة الذاتية بروجافا يعني رغم ما بقول أنه هو مشروع يعني مثالي 100%، أكيد يعني في أخطاء لكن أيضا باستطاعنا التعويل على هذا المشروع وبالإمكان تصويبه. فهذا المشروع نجح بالفعل في تشكيل هوية تخص مكونات هاي المناطق، يعني هوية ثقافية، هوية سياسية تخص يعني شمال شرق سوريا أو مناطق شرق الفرات يعني. فهي بصراحة نجحت بهذا الشيء وأن تحافظ على هذه الهوية. وهن بالأساس يعني إذا أنت بدك تتابع خطابهم السياسي، هن ما بيطرحوا نموذج الفيدرالية القومية أنه تكون على أساس قومية. هن بيأكدوا بأكثر من مطرح على فكرة أنه عدم إمكانية تطبيقها نتيجة أنه هي المنطقة تحتوي على الكثير من المكونات الأخرى، منطقة متنوعة بسكانها وشعوبها. فالفيدرالية اللي هن بيطمحوا لها ما في طرح أصلا صريح وواضح لموضوع الفيدرالية، لكن في يعني تركيز على مشروع اللامركزية اللي هو أغلبنا صار بيعتقد أنه هو ربما الخلاص لسوريا المستقبل.
موضوع لا يخص الكرد وحدهم. أنت بتشوف يعني بالدروز بالسويدة، العلويين في الساحل، الكثير من المناطق الأخرى أو اللي عم تعيش صراعات حاليا أو لديها مخاوف وقلق من المستقبل، إلها أيضا مطالب بسوريا لا مركزية، إنه يكون في إدارات موجودة، إدارات محلية، بغض النظر عن شكل هي الإدارات كيف رح تكون مثلا يعني لا مركزية اتحادية أو فيدراليات. لكن أنا أتفق معك يعني بموضوع الفيدرالية القومية، بموضوع غير إنه إذا بدنا نقارن التجربة سوا أو ممكن ما يكون هذا الشيء عادل إذا قمنا بهذه المقارنة. بس الظروف يعني الظروف الذاتية والظروف الموضوعية يعني يجب هذا الشيء إنه يخضع لتوازنات دولية وإقليمية، فهي ظروف كلها باعتقادي ما أنا متوفرة بهذا الشكل القوي حاليا ليكون فيه هيك طرح. غير إنه هذا الطرح عند مجلس سوريا، يعني مسدة مجلس سوريا الديمقراطي أو قسدة الجناح العسكري، هذا الطرح ما موجود بصراحة. هن ما عم بيطالبوا بفيدرالية على أساس قومي، هن عم بيركزوا على مشروع الإدارة الذاتية وعلى إمكانية تطويره، الاعتراف به. يعني حتى حاليا هو ما معترف به، لم يعترف به النظام السوري السابق ولا حتى النظام الموجود يطالب بحل هذه المؤسسات وبحل الجناح العسكري وضم هي المناطق يعني لتحقيق شكل يعني ارجاعها لوضعها الطبيعي. انه انا ما بشوفه هو وضع طبيعي طبعا، لكن انه تكون تابعه لمركزيه عربيه قوميه. يعني في رغبه بهذا الشيء، وهذا الامر ايضا بيعزز فكره انه بالفعل يعني سوريا اللامركزيه هي الحل الانسب لجميع المكونات ولا للتعدديه السياسيه الموجوده بسوريا. في شق ثاني من سؤالك، انت ذكرت انه هل هذا الشيء بعتقد انا حسب ما فهمت انه اثار ردود فعل لدى الشعب نفسه، انه يكون في عنده ميل يعني فينا نقول قومي اكثر. بصراحه نعم. يعني ابسط مثال هي لغه فينا نقول الشارع الكردي، انه نحن متهمين بالانفصاليه. شو ما عملنا، شو ما حكينا نحن انفصاليه يعني. وبالفعل مجرد انت عم تحكي يعني عن حقوق الكرد، عن مجرد حقوق، انت يعني هي التهمه موجوده. فهذا الشيء عم بيعزز عندهم فكره انه لا، يعني نحن من حقنا نقرر مصيرنا، من حقنا يكون عندنا نظام فدرالي مثل اقليم كردستان العراق. في نزعه بهذا الخصوص. هي النزعه ما بتتعلق بموضوع التعصب القومي او العنصريه، لا، هي انا باعتقادي انا بشوفها هي كردود فعل نتيجه خطاب الكراهيه الموجود حاليا والتحريض ضد الكرد، نتيجه مخاوف الكرد نفسهم، لانه ما بيشوفوا هي الانظمه الموجوده مش بس فقط ما بيمثلوها، لا، بيبيحوا دمها، يعني في اباحه للدماء الكرديه. لذلك انت هذا الشيء بالأساس بيزيد شرعية القوات الكردية الموجودة حاليا، وبيعزز أيضا أنه أنا دائما بقول أنه هي الخطابات ما أنا لصالح حتى اللي عم بيقوم بإنتاجها، لأنه بالنهاية عم تنتج ردود فعل أنه هي المناطق تنكمش على ذاتها أكثر وتتقوقع على مشروعها أكثر، ويكون في فجوة هائلة بين. اوكي، انا هنا يمكن اختلف معك. اتصور انه هذا الخطاب الكراهيه بهذا الردود الفعل اللي بيجي من ردود فعل عاديه، يعني ممكن انا كمان اصير يعني ممكن اواجه هالسؤال هذا حتى من الناس اللي قريبين مني، يعني هم متهمين بالانفصال كيف ما عملوا او اي شيء يسوون، يعني يطالبون بانه الجمهوريه خليها يابا جمهوريه سوريا. ليش جمهوريه العربيه السوريه؟ انت مو خليت العربيه في اسم الدوله، كانك تقول لي انت ضيف، اهلا وسهلا بك، ضيف محترم عندك حق، وتعال ناكل مما تاكل مما ناكل، ولكن بالنهايه انت ضيف، انت اساسا هذا البلد مو بلدك. يعني كوننا نقول الجمهوريه العربيه السوريه ما تعني غير شيء، يعني الاكراد ما موجودين غير بس ضيوف على هالبلد هذا، حتى السريان، حتى
التركمان، حتى أي قومية أخرى، إذا كانت قومية إثنية غير العرب، معناته ذولي ما موجودين هنا غير بس كضيوف، نحترمهم طالما احترموا نفسهم. يعني ولكن الخطاب الكراهية اللي بيجي لما بيكون رد فعله التقوقع اللي انت اللي حضرتك هلا حكيتي عنه، هذا التقوقع اتصور يفيد المشروع الاسلامي الظلامي في سوريا. ليش؟ لانه اساسا تجربه روجافا ما لازم تتقوقع على حالها، تجربه روجافا لازم تتعمم على كل سوريا، وهنا الخطر الداهم للاسلاميين. هو هذا الخطر الداهم. الخطر الداهم مو انه يكون في مثلا مجموعه على اساس يحكمون باسم اثنيه معينه، شو يصير بالعراق مثلا؟ يعني وجودنا في كردستان وحكومه اقليم كردستان كان على طول الخط دعم للرجعيه اللي موجوده بالعراق كلها. اساسا الرجعيه ما عندها مشكله وياها، في مشاكل، في لعبه، في مثلا نوع من السيناريو اللي الناس كلها مثلا يشوفون هذا هو الصراع الاساسي اللي موجود، والكل يعني السرقه والنهب جاري على قدم وساق بدون ما يقدر احد مثلا يغير الواقع الموجود، لا بجنوب العراق ولا في شمال العراق. فاتصور انه هذا في النهايه ممكن يكون في صالح التجربه الظلاميه اذا تجربه روجافا تقوقعت على حالها وما قدرت تتجاوز هالاطار. طبعا احنا ككرد نريد كل يعني المساواة الكاملة بالحقوق مع كل العايشين بسوريا، حالنا حال أي مكون آخر، ولكن هذا ما يغير من حقيقة أنه إحنا نطالب بدولة تكون فيها دستور المواطنة واحترام أبسط حقوق الإنسان موجودة، لأن بدونها المساواة في الحقوق ما تعني شيء. شنو حال دولة فيها مساواة بالحقوق ولكن ما حد له حق؟ فهاي المساواة بالحقوق أساسا بتأسس على أساس انعدام الحقوق، هذا ما راح يغير شيء. أكيد. أنا بتفق معك، أكيد هو لصالح هي المنظومة السلفية الموجودة، يعني إذا هذا المشروع تقوقع على نفسه. لكن أنا عم بقول يعني تداعيات هي الخطابات كيف عم بتكون. يعني أنا لما بيكون في عندي أنا خطاب عنصري أو محرض لأي طائفة كانت، سواء بنشوف هلا مثلا لطوائف أخرى أيضا موجودة بسوريا، هذا التحريض وهذا الخطاب الكراهية عم تخليها يعني مثل ما قلت إنه تنكمش على ذاتها أكثر، وتطالب الانفصال كامل عن سوريا، يعني تحالف مع إسرائيل، تحالف مع مين، يعني مستعدة تستعد مع يمكن مع عدو في سبيل انه هي تنقذ حالها من هذا المستنقع. يعني فانا عم بقول انه هو فقط كتأثير، انه قديش هذا الخطاب ممكن يكون له تداعيات. أنا سمعتك في اليوم وطبعا هذا الفيديو أثار انتباهي جدا، كنت عصبية جدا يعني طبعا. أي فيديو؟ هذا اللي تحكين عن ما أدري اسمه. أوكي. هذا اللي كان يطالب يعني، وبعدين هو شال الفيديو طبعا. أنا سمعت إنه شال الفيديو عن حسابه. الفيديو مسجل، ممكن هو شاله بس انتشر يعني. انتشر انه يطالب بإبادة الكل، يعني يطالب بإبادة الروجافا، بإبادة الجميع، لا شباب، لا شياب، لا أولاد، كلهم بيدوهم. هذا الخطاب يعني فعلا خطاب خطير، وانت رديتي عليه رد كلش يعني مفحم مثل ما يقولوا. شكرا. ايه طبعا انا بودي تحكي لي عن تجربه روجافا للناس اللي مثلا مثلي مثلا ينظرون من بعيد. طبعا اقول من البدايه، حتى الادعاء باحترام حقوق الانسان واحترام حقوق النساء ومساواه بين الجنسين والديمقراطيه المباشره، حتى الادعاء بهذا شيء ايجابي في وضعنا في الشرق الاوسط. دع عنك سوريا اللي كان يعني فعلا تحول في زمن معين، في سنوات معينه، الى مستنقع للارهاب والنزعات القوميه والانتقاميه بين
الإثنيات والطوائف المختلفة في سوريا. فدع عنك سوريا، يعني حتى في كل شرق الأوسط هذا طبعا أنا حكيت الكلام هذا مرة لجريدة مصرية أيضا، قلت إنه هذا حتى لو كان ادعاء جميل، ادعاء جيد، ولكن ما هي حقيقة الواقع يعني اللي أنت تشوفيه؟ هل في للجماهير، للشباب خصوصا وللنساء دور مباشر؟ نشوفهم النساء، نشوفهم عندهم أسلحة ويحاربون حالهم حال الذكور، الإناث والذكور بهالمسألة هاي ما عندهم اختلاف. وطبعا أنا مرة كتبت في السوشيال ميديا قلت منو بعد يقدر يمنع هذول يقولون انتم شغلكم بالبيت، بس تروحون تشتغلون بالبيت انتم شغل النساء، يعني اللي ذول اللي شايلين سلاح وحالهم حال، يعني منو يقدر يقول لهم لا تعالوا انتم شغلكم؟ ما حد يقدر يتجرأ ويحكي الحكي معاهم. بس الواقع كيف؟ الواقع شلون؟ هسه مثلا دع عنك المناطق اللي بيها أغلبية أو مجموعة كبيرة من السكان الكرد، المناطق الأخرى هسه جزء كبير منها موجودين بالمناطق العربية. في تحول بهالمناطق هاي؟ أثرت تجربة روجافا على هالمناطق اللي يسكنها العرب مثلا؟ هلا رح بلش بأنت النقطة اللي ذكرتها بموضوع إنه الادعاء هو جيد ولو كان ادعاء. هلا ممكن هذا الشيء يعزز يعني يطرح هاي المفاهيم، مجرد طرحها هو أمر مهم، لكن أكيد يعني أنا شخصيا مع دائما إنه الفعل يرافق القول. هلا النظام السوري كمان كان يدعي بأنه هو نظام علماني، لكن بالتزامن مع هذا الخطاب اللي هو كان عم بيصدر حاله في انه هو علماني، كان المجال مفسوح يعني امام التنظيمات او الحركات الاسلاميه المتخلفه وحتى المتشدده من قبيسيات وغيرهن انه يصير في مد ديني ويشتغلوا على اساس ديني وعلى اساس مذهبي وطائفي، رغم انه كان هو يدعي انه هو يعني نظام علماني. فانا هي يمكن شوي اختلف عليها. هلا بالنسبه انه قديش هي التجربه نجحت بالمناطق الكرديه والمناطق العربيه الاخرى، اولا ما بالبدايه ما فينا ننكر جهود عسكريا، جهودها بمحاربه داعش وحمايه امن المنطقه من داعش ومن غير داعش، من الفصائل الاخرى الموجوده حاليا التابعه للائتلاف السوري والمدعومه من تركيا. فالدور العسكري كان دور جدا ريادي ومهم في حماية المدنيين وحماية أمنهم. ورغم أنه في بعض القمع والانتهاكات كانت يعني تظهر من فترة لأخرى، يعني ما فينا أيضا نبرئ كل الفصائل العسكرية الموجودة في سوريا، كل الحركات والتنظيمات الموجودة في سوريا، يعني مانا بالشكل المثالي. لكن رغم هذا الشيء كله نحن ما فينا ننكر حقيقة أن قوات سوريا الديمقراطية هي القوات الأكثر انضباطا في سوريا. هذا على بما يخص المجال العسكري. بما يخص الطرح السياسي أيضا بنشوف إنه يعني ما عندهم مشكلة أبدا. مشروع هي الإدارة ما عندها مشكلة مع مكونات أخرى، وهي مشروع يعني بالنهاية بيخدم فكرة يعني منفتحة وأممية، ما فكرة يعني قومية وما انبنت على أساس قومي. بنشوف إنه في شعبية، ومانا يعني ما موضوع ما محصور بالأكراد، لا يعني في إذا قبل فترة بعتقد صار في مثل استفتاء إنه مين رح يمثلنا بمفاوضات دمشق، كان أغلب الشعب اختار يعني الإدارة المتمثلة بمجلس سوريا الديمقراطي والمتمثلة بقوة سوريا الديمقراطية. ففي شبه إجماع، ما فينا نعمم، لكن في شبه إجماع بهي المناطق إنه هي الإدارة هي الممثل الشرعي والأنسب لصوتهم. قديش نجحت بهذا الطرح بالمناطق، في بعض المناطق العربية ما فينا كمان ما نشوف إنه هي المناطق لها خصوصية أخرى. مثلا عندك بدير الزور وبالرقة وبمنبج، هي المناطق شوي لها خصوصية تختلف عن مناطق الجزيرة السورية. بدير الزور مثلا النظام العشائري أو الانتماءات العشائرية هي الغالبة.
في نوع من مثلا التحفظ على كثير من بعض الامور بما يخص المنهاج بما يخص التعليم. فمشان نكون منصفين يعني انه نقول انه هي الاداره الذاتيه هي مقبوله من الكل، وفي انه ما في مشاكل وما في اشكاليات موجوده بهي المناطق، فبنكون واهمين يعني تظهر بهذه الاشكاليات، لكن هي ناتجه ايضا ببعض المطارح عن قوى موجوده بهي المناطق تتحرك على اساس المصالح الشخصيه. على سبيل المثال استاذ جمال، كان في عندي صديق من دير الزور، هو شخص يعني كان يعني مشارك بالثوره السوريه، وشخص جدا يعني منفتح وشخص وطني. كان بيحكي لي عن حاجز على دير الزور، بيقول لي اريا هذا من الثوابت الوطنيه عنا. لما كان النظام كان علم النظام، بعد ما راح النظام حطوا علم جبهة النصرة وجيش الحر، وبعدين داعش، وبعدين قسد، وبعدين قلبوا على قسد. فهي الانقسامات موجودة، زائد تدخلات القوى الإقليمية. يعني نحن ما بننسى قديش كان في تدخل إيران بدير الزور، يعني في عندك لواء كامل تشيع بدير الزور. في بعض الإشكاليات مثلا بالرقة لا بيختلف الأمر. بدير الزور هو موضوع يعني على خلافات عشائرية، على انقسامات على أساس عشائري، على أساس طبقي، كتير أمور يعني. بالجزيرة، بمنبج، بالرقة في اختلافات، لكن برجع بأكد في شبه إجماع بهي المناطق على تمثيل هي الإدارة لإلهم، أو بيشوفوا فيها فينا نقول اللي ممكن يرسي سوريا لبر الأمان. هي من أجل أن نكون منصفين وواقعين، هي الرؤية حاليا موجودة يعني. طبعا هاي الرؤية ممكن موجودة بأماكن أخرى من سوريا أيضا، يعني مو فقط بمنطقة أكيد. الجزيرة ومناطق أخرى. يعني أنا شفت ناس وسمعت ناس يعني، وأسمع على طول، أتابع على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك على الفيسبوك، ناس كثير مثلا من الليبراليين، من التقدميين، من الناس العلمانيين ينادون بقسد. وطبعا هاي فرصة، لأنه وهنا هو يعني أساسا العبرة بعدم الانجرار وراء الإعلام المعادي للكرد والمعادي المثير للنعرات، بل الاهتمام بالحركة الموجودة. طبعا أنا ببداية هالأوضاع هاي حكيت هذا الكلام بالكردي، وفي ناس كانوا انتقدوا هالكلام هذا، وين أكو علمانية، وين أكو حركات ضد الإسلام السياسي. أصلا كانوا يشوفون أنه وصول جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام لدمشق وكأنه هذا طبعا امتلكوا كل سوريا، ما عندهم أي مشاكل بعد، يحكمون وراح يحولون سوريا إلى أفغانستان آخر. لكن أنا كنت من الأوائل اللي قالوا إنه هذا الشيء مو ممكن، بناء على مجموعة من العوامل، وعلى أساسه في فرصة كبيرة للعلمانية للتطور في سوريا أنه ينتصر، مع أنه في مخاطر كبيرة أنه الإسلاميين يحولون البلد لليبيا آخر، ليمن آخر، للصومال آخر. وطبعا هذا ديدن الإسلاميين مو بس يقمعون المرأة ويقمعون الشباب ويقمعون الأطفال وهاي يعني يخرقون كل الحقوق الأساسية. أساسا إدارة المجتمع ما يقدرون يديرون. هاي تجربة فاشلة في إدارة المجتمع المعاصر. هم ما يقدرون يتعاملون مع المجتمع المعاصر، وما ممكن أنه يكونون جزء من القوى اللي ممكن تحافظ على مدنية ووجود وبنيان هيكل المجتمع المعاصر الموجود. فهذا يعني واحدة من المواضيع اللي فعلا ممكن انه تجربة روجافا، قوات سوريا الديمقراطية، وكل هذا التوجه اللي موجود في مناطق شمال شرق سوريا أو في روجافا، يتوجهون إلى ويكونون جزء من هاي الحركة اللي ممكن توصل سوريا مثل ما قلت لبر الأمان. أنا تقريبا خلصت أسئلتي، وفي بس يمكن استفسار أو في ملاحظة من بعض الأخوة اللي مشاركين هنا.
النظام السوري لم يكن علمانيا أبدا، والدليل ملايين المسيحيين هاجروا من سوريا منذ استيلاء هذا النظام على السلطة، وعدد المساجد التي أصبح بشكل لا يقبله العقل، وما كان يسمى المحاذ إلا اللي حفظ ما يسمى بالضبط. القرآن. وأساسا في أيام بشار الأسد قاموا بتغيير الدستور، وأعلنوا أنه رئيس الجمهورية لازم يكون مسلم سني، مسلم مو سني، مسلم. مادة بالدستور أستاذ شمال، الأول مادة بالدستور السوري إنه هوية الرئيس لازم تكون يعني مسلم، الهوية الدينية قصدي. وسوزان بيقول مرة أخرى: ممارسات الدولة الفاشية الإرهابية التركية مع أتباعها الإسلامية أكبر عائق كبير أمام العلمانية وتحقيق آمال المرأة سائلة الرجابة والسلطة. أكيد. هلا يعني أنا حابة أضيف شغلة، يعني التعليقات كمان بتركز على هذا الخصوص قديش في تحديات. هلا أنت عندما ربما عندك رؤية أستاذ شمال، وأنا أتفق معك إنه لا يمكن تحويل سوريا لأفغانستان، ولا يمكن أن تحكم سوريا نظام يعني ذو خلفية جهادية سلفية لأسباب عديدة. يعني حتى السنة الموجودين في سوريا هويتهم دينية مانا يعني متشددة، يعني هو يعتبر إسلام معتدل باستثناء بعض المناطق، يعني بريف الداخل مثلا هي تعتبر نوعا ما يعني فيها تشدد ديني، لكن بشكل عام يعني حتى الكرد المسلمين السنة ما عندهم يعني هوية دينية متشددة يعني. فهذا الأمر ما رح يكون ممكن باعتقادي، لكن بنفس الوقت إذا بدنا نركز على الحاضر، يعني نحن عم نحكي عن تنبؤات بمستقبل سوريا، لكن هذا الحاضر قديش إلى قديش رح يمتد. هي الحكومة اللي تسمى الحكومة المؤقتة، اللي هي المفروض تكون حكومة تصريف أعمال، يعني ربما هي تضل 2 3 سنين 4 سنوات. بهي الفترة أنا شخصيا مخاوفي إنه شو رح يصير بالمجتمع السوري. يعني نحن عم بنشوف على مدار شهر شو صار. كان مفروض لقائنا يوم الأربعاء وتم تأجيله للأحد، ويمكن حكينا بهال3 أيام أنت شفت قديش صار في تطورات وتحولات على المشهد السوري. غير هيك فأنا يعني هي مخاوفي إنه هذا النظام اللي رح يكون موجود بهي السنوات استنادا على حجة موضوع ليس في حكم انتقالي بسوريا وهذا الخصوص، كيف رح يكون شكل المجتمع اللي خرج من تحت قمع النظام وعانى من حرب أهلية طيلة هي السنوات، دولة اقتصادها منهار، البنية التحتية منهارة، شعب عم بيعاني من يعني من أشد أنواع الفقر، من يعني معتقلين خرجوا من السجون بحاجة لإعادة للدعم، لإعادة الكثير من الأمور. هي الملفات كلها موجودة، بالإضافة لأنه في عدم الثقة الموجود يعني بين المكونات السورية، يعني سواء كان النظام أو حتى الدور السلبي اللي لعبته المعارضة الخارجية وإلى آخره. فهي الأمور كلها موجودة بهي السنوات. شو رح يكون السيناريو؟ هذا كمان يعني سؤال مطروح بغض النظر إنه هي الحكومة رح تبقى أو لا، وهي ما عم تتصرف كحكومة تصريف أعمال. إذا نحن انتبهنا، حكومة تصريف الأعمال أنا حسب ما بعرف إنه هي مهمتها يعني تدير مؤسسات الدولة، تعزز الأمن والسلام فقط لا أكثر، لكن التصديق على مشاريع خارجية، بيع أصول الدولة الشركات، التدخل في المناهج، التدخل في هوية المجتمع السوري، في هوية المرأة نفسها، التمييز اللي عم بيحصل على أساس ذكوري بين النساء والرجال، كل هاي الأمور. غير موضوع الاقتصاد، هذا أمر آخر. يعني نحن بنشوف يعني قبل يومين زيارة قطر عم بيحكوا عن استثمارات اقتصادية بالمنطقة. الترك نفس الشيء، في الكثير من رؤوس الأموال هي اللي كانت تابعة للنظام عم تعمل تسويات وعم ترجع للمنطقة وبدها تستثمر المنطقة. نحن عم نواجه هلا يعني مثل إنه رؤوس المال الخارجية اللي بدها
تدخل على سوريا وتعمر سوريا. هل بهي الطريقة رح تتعمر سوريا؟ سوريا مليئة يعني بإمكانيات هائلة من الأكاديميين والتكنوقراط والكثير من الشخصيات والإمكانيات المعرفية اللي نحن ممكن نقدر نبني عليها سوريا. فهي الأمور كلها عم بتصير. فأنت بتتخيل إنه إذا هي الحكومة ضلت لسنتين 3 كيف شو رح يصير بسوريا؟ أنا باعتقادي، وأنا دائما بقول يعني أنا يعني ما فينا نراهن على التحليلات للمستقبل أو الرهانات الخارجية إنه الدول ما رح تقبل وما بعرف شو عم بيصير في تغيير دول إقليمي إلى آخره، ونحن نضل مكتوفي الأيدي. أنا باعتقادي لازم يكون في خطاب سياسي واضح وفعال، سواء من السوريين من الداخل أو من الخارج، يكون رافض بشكل واضح لهيك نظام ولهي المنظومة، ويكون بالفعل خطاب وطني جامع يخدم مصلحة السوريين ككل. بما يخص هذا الخصوص يعني ربما حكينا نحن عن العلمانيين وعن للأسف الشديد أنا بقولها إنه في شخصيات يعني سياسية محسوبة على اليسار والمتقدمين ما عندهم أي مشروع حقيقي بما يخص سوريا الجديدة أو خطاب بالفعل يكون خطاب عقلاني ومتوازن. شخصيات نحن كنا بنتأمل فيهم إنه وجهة نظرهم ما تكون مختلفة ومش مجرد تلميع لصورة النظام الموجود حاليا، بالإضافة لتمييع بعض المفاهيم مثل العلمانية، مثل يعني إنه موضوع فصل الدين عن الدولة والكثير من الأمور الأخرى والحريات وحريات النساء. في تمييع لهي المفاهيم وفي شيطنة مفاهيم كثيرة الأخرى من موضوع اللامركزية والإدارة الذاتية وإلى آخره. فنحن بالفعل بحاجة لخطاب عقلاني، خطاب سياسي متوازن، يعني يحدد موقفه الواضح والصريح من المنظومة الموجودة حاليا، ما يكون في أي موقف ضبابي. أحيانا يعني الرؤى السياسية اللي بيتم طرحها عم تكون فعلا يعني رمادية، ما واضحة كتير. فهي بالمجمل يعني أنا بشوفك كتير يعني تحديات ومخاطر للوضع الحالي اللي نحن عم نعيشه إذا نحن حكينا بالحاضر السوري الحالي. أوكي، يعني معجب مبين عندك صحفي وعندك تجربة إعلامية، بقيتي أحسن وأفضل خطاب إلك وملاحظات إلك للنهاية. أنا ممتن جدا جدا للنهاية. كيف أصلي بس ما لا، سمعت مني. قصدي إنه فعلا في فراغ سياسي. البلد يحتاج إلى تيار يساري أو يسار يعني عنده خطاب معقول ويقدر يواجه الوضع الحالي. يعني أتصور إنه هذا كان اختيار يعني جدا صائب، إنه تقريبا وصلنا لنهاية البرنامج وأن ننهي برنامج بهالخطاب هذا، إنه فعلا إحنا في سوريا محتاجين إلى هذا التيار اللي ما عنده أي ضبابية، وتيار ينطلق من منطلقات تقدمية وتحررية، ولكن يكون فعلا واضح بوجه السلطة الموجودة وبوجه كل الأوضاع الموجودة، ويكون فعلا طرحوا له خطاب مو فقط ينتقد هنا وهناك، عنده خطاب للمستقبل. جميل جدا. شكرا. يعني حابة أضيف شغلة بس كمان أستاذ شمال بما يخص الختام. كمان يعني باعتبار السوية والشبابية، هلا كثير من الأصدقاء اللي مثلي يعني التحقوا بالحراك الثوري بسوريا وشاركوا بالثورة السورية فيما بعد بمجال المجتمع المدني، مفاهيم التحول الديمقراطي، كل هالأمور، واللي اشتغلوا كصحفيين مبعدين اليوم. يعني أنت مو شرط لازم تكون أنت موجود بإطار أو جسم سياسي معين أو أنت شخص سياسي لأنت يحق لك يكون في لك رأي ودور في بناء سوريا. في كتير شخصيات شبابية ونسائية كان لها إمكانيات وإلها خبرات واشتغلت طيلة هي السنوات، وبالنهاية القرار السياسي عم بيكون بإيد مين؟ بيكون بإيد شخصيات ما بتمثل الشعب السوري ككل يعني. فأنا بتمنى أنه بالفعل الشباب
يرجعوا لدورهم الأساسي والريادي ببناء مجتمع مدني. نحن بحاجة له، بحاجة لتعزيز هي الأفكار، لأنه نحن عم نعيش حرب أهلية حاليا بسوريا، والسلم الأهلي مهدد، وحريات الناس وحريات النساء مهددة. لذلك لازم بالفعل يكون في تنسيق وفي حوارات بناءة تصير بين السوريين، وتتوحد هي الطاقات والإمكانيات وترجع على الساحة. وأتمنى من الأطراف السياسية والحزبية الموجودة سواء بشمال شرق سوريا أو على سوريا بشكل خاص أن تفتح المجال لهؤلاء الشباب اللي تم استبعادهم، وتم حتى بكثير من المطارح تم تخوينهم يعني. فأنا هي حبيت من خلال منبرك يعني وصل هي الرسالة الأخيرة، وشكرا كثير للاستضافة. شكرا لك ممتن. وهذا آخر حكي لي الرفيق آسف، يقول ليس فقط خطاب وإنما نرى ضرورة الممارسة السياسية للتغيير. أكيد أكيد خطاب ممتزج بممارسة سياسية بالفعل على الأرض. أنا ممتن جدا وفرحان وسعيد جدا بهذا اللقاء، وأتمنى يكون طبعا موضوع سوريا مثل ما قلتي خلال 3 أيام تغير كثير شغلات، وإذا نريد نتابع الشأن السوري ما لازم برامجنا ما تتوقف أساسا 24 ساعة. الواحد ممكن أنه يكون في شيء جديد يحكي عنه، في تصور معين جديد ينطرح وواحد يواجه، ولكن ما باليد حيلة. الوقت كان ساعة وهسه ساعة و20 دقيقة فاتوا وإحنا ما حسينا بالوقت. أتمنى يكون عندنا في فرص بالمستقبل نلتقي في أوضاع يعني أحسن، وإنه بقع الضوء تكون أكبر، والأفق يكون يعني أوضح لمستقبل جميل لسوريا، اللي هو طبعا جزء جدا مهم بمنطقتنا بالشرق الأوسط، وإحنا مصائرنا مرتبطة ببعض مثل ما أنت تفضلتي بالبداية حكيتي. وشكرا جزيلا مرة أخرى. شكرا كثير لك وللجميع المتابعين واللي سمعونا، وربما هناك الكثير يعني ما ناقشناه، بس الملف السوري جدا يعني في كثير من الأمور ربما نحكي فيه أكثر بالمستقبل يعني. أكيد. شكرا كثير على الاستضافة. أهلا وسهلا. نعم أحبتي المتابعين أو متابعات، هكذا نصل إلى نهاية برنامجنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في برامج أخرى حول الشأن السوري والشؤون الأخرى الملتهبة في المنطقة. شكرا لمتابعتكم، وأمل أن تساعدونا في نشر الفيديوهات ومتابعة قناتنا على اليوتيوب إذا لم تكونوا من المتابعين لحد الآن. شكرا مرة أخرى، أسعدتم مساء جميعا أينما كنتم، وإلى اللقاء.